قال: سرطان الرئة عادة ما يظهر في المرحلة الرابعة، في ذلك الوقت يصبح غير قابل للعلاج. معظم الحالات ستكون نتيجة إدارة سرطان الرئة سيئة جدا، لذلك يجب علينا اكتشاف سرطان الرئة في المراحل المبكرة. لذلك في معظم الأوقات سيكون سرطان الرئة بدون أعراض في المرحلة الأولى والثانية. لذلك نحتاج إلى فحص سرطان الرئة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر عالية: المرضى المدخنون بكثافة، الذين يدخنون أكثر من علبة سجائر لأكثر من 15 عاما، أو أي تاريخ عائلي لسرطان الرئة أو أي نوع من السرطان. هؤلاء المرضى يحتاجون إلى الخضوع لفحص سرطان الرئة حتى نتمكن من اكتشاف سرطان الرئة في المراحل المبكرة، حيث يمكننا تقديم علاج شاف وزيادة معدل البقاء على قيد الحياة. لذلك نحن نستخدم العديد من الأدوات للتشخيص. عادة ما تكون أداة الفحص هي الأشعة المقطعية بجرعة منخفضة. هذه هي أداة الفحص الأكثر شيوعاً لاستخدامها في فحص سرطان الرئة. بمجرد اكتشاف أي عقدة أو أي شذوذ، يمكننا إجراء تقييم إضافي باستخدام فحص DIT أو فحص CT، ويمكننا أيضاً إجراء خزعة من خلال تنظير القصبات أو خزعة موجهة بالموجات فوق الصوتية عبر القصبات، أو خزعة ذاتية، حتى نتمكن من اكتشاف وتشخيص سرطان الرئة في المرحلة الأولى والثانية، وبذلك يمكننا تقديم علاج شاف مما سيزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى أكثر من 70 إلى 80%. عادة ما يظهر سرطان الرئة في المرحلة الرابعة. معدل البقاء على قيد الحياة يكون فقط من 3 إلى 5%.